وتنضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة أليكانتي الأسبانية الفنانة الجزائرية نادية بارود. مرحبا بك معنا في نشرة 10 على قناة الحرة، ورمضان كريم. أهلا وسهلا، رمضان كريم شكرا. لكم أيضا ولكل المسلمين في كل بقاع العالم، وأخص بالذكر طبعا كل طاقم قناة الحرة شكرا. والجزائريين بالأخص طبعا. شكرا رمضان كريم. شكرا نود لكم. شكرا. بداية أن نعرف كيف تقضين وقتك في الحجر الصحي وفي رمضان وأنت في الغربة. والله أول يوم يعني تعودنا. أنا الآن يعني ختمت 20 سنة هنا في الغربة في إسبانيا، وتعودنا يعني نوعا ما تعودنا على فيعني أعياد ورمضانات كثيرة يعني قضيناها لكن يعني رمضان خارج الوطن. هذا يعني معه طبعا الحجر الصحي. هذا جاء بنكهة أخرى، يعني أو نستطيع أن نقول ليست نكهة، يعني لا نكهة له. طبعا مع هذا الظرف يعني اللي يمس كل العالم، فهو طبعا يمر علينا واحنا في البيت مع ضغط يعني تواجدنا بالبيت، خاصة احنا في إسبانيا منذ شهر وتقريبا داخلين على الأسبوع الخامس يعني تواجدنا في البيت. فنقول الحمد لله على نعم. الصحة. وهذا ما هذا أهم شيء، إنه إحنا يعني الصحة تكون الصحة، ويكون لازم نبقاو صامدين، حتى يعني خاصة إحنا اللي عندنا الأطفال وعندنا لازم نكونوا إحنا أقوياء، يعني فنتمكن نتمسك في الأعصاب حتى يعني تمر هذه الأيام يعني الصعيبة علينا. إن شاء الله. طيب 5 أسابيع يعني في هذه الفترة، صح. إلى أي مدى تأثرتِ بالحجر الصحي؟ يعني هل تغيرت نادية في هذه الفترة أم لا؟ والله في البداية كنت أوهم نفسي يعني إنه أنا قوية، وكنت طبعا إنه كان يعني كنقولوا ظرف طارئ. أنا يعني كنت في بداية 8 مارس فقط كنت نحيي في حفلة في الجزائر. يعني شوفي تخيلي كيفاش يعني كان ممكن نكون في الجزائر يعني في الآونة هذه، لكن يعني شاءت الأقدار إنه يعني يتلم شملي أنا وأولادي الحمد لله. وطبعا أنا نطمن دائما على العائلة تاعي الكبيرة اللي متواجدة في الجزائر، وعلى زملائي طبعا. لكن تبقى في البداية قلت لك كنت شوية صامدة، لكن تصدقيني الآن نوعا ما كاين نوع من الأرق والتعب لكن بقدر المستطاع جاء رمضان. ممكن هذا رمضان راح يفتح شوية أجواء أخرى، أنه لازم ندخل في كما نقولوا في مود آخر، مود العبادة ومود. وإن شاء الله ربي راح يرفع علينا هذا البلاء بإذن الله، إن شاء الله يا رب. سلامتك من إن الأرق. شاء الله. هل إن شاء تتفقين الله. مع من يرى أن الفنانين والمبدعين في الحجر الصحي ربما يزداد إبداعهم، يعني لأنهم يجدون أنفسهم متفرغين أكثر للفن؟ خلينا نتحدث عن الجانب آه، الإيجابي من الحجر الصحي. صح ممكن تصيبي يعني ممكن هذا يخص نوعا ما بالرغم انه حتى يعني الجنس يعني الذكور راهم يعني ساهموا بقسط كبير يعني في الحجر الصحي دي. شفناهم انه رجعوا يعملوا كل ما تقوم به المرأة، لكن تبقى يعني المرأة الفنانة طبعا هي فكاين حاجات يعني اولويات في البيت، لكن يبقى صح لازم ترفيه، وانه كونك فنان تبدع وتحب تخرج من هذاك الضغط اليومي باشياء يعني شويه طريفه لحتى مثل ماذا يعني؟ مثل تصيبي. ماذا؟ إذا الرجل يعني انا أصبح يشارك يشارك المرأة في كل شيء كل في شيء. أعمالها بسبب الحجر الصحي، يمكن هو صح. مضطر يعني. هل أصبحت مضطر. لديك عادات جديدة أو أنشطة جديدة بمناسبة الحجر الصحي في المنزل؟ أنا توجهت مثلًا، اكتشفت هذا التيك توك مثلًا يعني كمثال بسيط. شيء يعني عجبني هكذا. شفت بزاف فنانين مشاهير يعني قدموا أشياء، فكنت قدمت شيء كطريف كان قريب الميداني والميولي.
في طيب، الغناء مثلا. أكثر يعني أغنية على سبيل ترددها المثال نادية في هذه الفترة، يعني ترددينها والله أكثر الفترات أغنية؟ هذه يعني صدقيني رجعت بزاف للتراث الأمازيغي هذاك الأصيل، لأنه فيه كلمات يعبروا، خاصة وأنا أطبخ وأنا أمارس يعني الأشياء أو يعني كل الأمور هل المنزلية. هل يعني فهي ندلّ الأمور عليك نقدروا نسمعوا القليل؟ والله مزيان يعني جيتينا احنا بالليل يعني مش بالصبح. ممكن يعني نشوفوا كاين هكذا كيما احنا نعيطوا له يعني نسميوه بالامازيغيه الاشواق. يعني هي كل الغناء هذا اللي يخرج من القلب الامراه الامازيغيه يعني الجزائريه في حالات يالّا هكذا تفضّلي تكون. أطربينا. يلا. يالّا. يلا راح نحاول نلقى شيء يعبر على هذا الشيء. راح نقول لك شويق يعني ما معروف عن فنانة قديرة توفات الله يرحمها، ربنا يعني يرحمها. فنانة شريفة يعني فنانة مزيغية معروفة. نقول يلا. ابقى على خير يقبو ثلاثاي يفوق الزهور والسبحان يطفي ميسان اكفى الأحباب وين تدور الجناغ تروح والوايلة ذي منيسة. الله. جميل، شكرا. جميل صوتك، نيال عائلتك يعني بهذا الصوت الله الجميل. يخليك. شكرا. في شكرا. الأخير، يعني من هذا المنبر ما هي الرسالة التي تريدين أن تقولينها من هذا المنبر؟ طبعا رسالة ما راحش نحدد بها شعب ولا جمهوري ولا عائلتي. نقول الآن راهو كما نقولوا احنا بالعامية شيء يعني صاب كل العالم. فراح يكون فيه ان شاء الله انه نتمسكوا بالامل ونفقدوش الامل. واحنا عندنا ثقه كبيره باطبائنا بمفكرين بهذو المخترعين ان شاء الله يدونا البر الامان. ونطلبوا في هذا طبعا في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر العباده وشهر اللي نتقربوا من ربي ان شاء الله. كل صلواتنا راح تكون طبعا موجهه انه ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء وينجي ان شاء الله الانسانيه شكرا. كلها، عشان على الاقل عشان باش تتواصل هذه الاطفال ان شاء الله إن تعيش في شاء الله. سلام. شكرا، ان شاء الله أشكرك يا رب. الفنانة الجزائرية شكرا. نادية بارود، شكرا. كنت معنا من مدينة أليكانتي الإسبانية عبر خدمة سكايب. شكرا. شكرا لكم. شكرا.